السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات وحلويات جيان آية. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله تحت طلب واحد المتتبعة غادي نقترح لكم طريقتي في تحضير حريشات فرديين اللي كيجيو رائعين سهلين في التحضير ديالهم، مقاديرهم بساط وكذلك كيجيو هشاش. غادي نشارككم كذلك الأثمنة باش تقدروا تحسبوهم وشحال كتخرج لكم هاد المقادير من حبه. فكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تسجلوا اعجاب وتركوا تعليق وكذلك تشتركوا في القناه. بالنسبه اللي كيشاهد الفيديو لاول مره بالضغط على زر ابوني او اشتراك مع الضغط على الجرس باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. خليكم مع المقادير. اذا على بركه الله لهاد الحريشات هادو غادي نحتاجوا جوج ديال السلايف ديال السميده رقيقه او السميد المتوسط، هذا اللي كنصاوبوا به البسبوسه. كنحسبوا تقريبا 500 غرام. وعندي هنايا زلافه ديال السميده الغليظه اللي كتبقى اختياريه، تقدروا تعوضوها بالسميده عاديه، انا كنفضل السميده غليظه. تقريبا هنا 250 غرام. واحد فاني ما يعادل 7 غرام. وغادي نحتاجو 16 غرام من الخميره الكيماويه او خميره الحلويات. عندي هنا جوج خمارات كل وحده فيها 8 غرام. غادي نحتاج ملعقه او نصف ملعقه من الملح. نحتاج السكر ملعقتين كبار او ملعقه على حسب الرغبه ديال السكر سنيده. عندي كاس ديال العنبه مخلط ما بين الزيت والزبده ما يعادل 150 ملل. وعندي هنا تقريبا نصف لتر من الحليب الدافئ. تقدروا ديروا الماء في عوض الحليب، انا كنفضل انني ندير الحليب وانتم كيبقى لكم اختيار على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. الا بغيتوا تعوضوه بالماء فكديروا الماء دافي. غادي نضيف هاد السميده الغليظه اللي كتقدروا كذلك تعوضوها بالفينو او دقيق القمح داك الصفر اللي هو السميد الناعم. غادي نضيف المكونات يعني اللي ناشفه. بالنسبه للسكر كي قلت لكم معلقه او جوج على حسب الرغبه، واش بغيتوها حلوه او لا بغيتوها ناقصه حلاوه. غادي نبسسها بداك الزيت والزبده. ضروري من اننا نخلطوا السميده بزاف في جميع انواع الحرشه، سواء الكبيره ولا هاد الصغيره ولا ديك الحرشه اللي هي بحال غريبه. دائما حاولوا تبسوا مزيان ديك السميده بالزبده اولا بالزيت باش ديك السميده كتشرب الدهون، ومني كنخلطوها بالماء فما كتعجنش وما كتجيناش ديك الحريشه ديالنا من الداخل مدقصه كيف ما هي. كنلقاو في بزاف ديال الحرشه اللي هي كتكون كتباع يعني هكا في عندي كيبيعوا هادشي ديال الحرشه مسمن، كنلقاو بانها مدقصه. السبب الاول كيكون لان ما كيدهنوش مزيان، السبب الثاني لانهم كيضيفوا ليها دقيق الفورس. هذه كتبقى صحيه اكثر وكتجي رطبه هشيشه. انا كنتمنى انكم تجربوها. يعني كنبقاو نبسوها بحال اللي غادي نطيبوا هكا كسكسو ولا حتى كنتاكدوا بان دوك الحبيبات كاملين تلبسوا لينا بداك الزيت. وفي الاخير عاد اللي غنضيف الحليب. كيف قلت لكم انا كنستعمل تقريبا نصف لتر او لا 500 ملي. الحليب عندي هنا دافئ. اللي بغا تضيف قشور البرتقال او الحامض تقدر تضيفهم. اللي بغا تضيف راس معلقه يعني واحد شويه ديال الخميره الفوريه كتبقى لكم يعني الرغبه على حسب الاختيار. ما كندلكوش نهائيا الحرشه، غير كنبقاو هكا كنجمعوها بصباعنا باش كذلك ما تجيكمش مدقصه. الا جاتكم هكا خفيفه فماشي مشكل، غتغطيوها وتخليوها بيد ما كتوجدوا المقلاة ديالكم وكتسخنوها وكتحيدوا هاد الماعن كتلقاوها شربات ولاتي هذيك ما تخليوهاش تشرب بزاف عاوتاني تتقصح. غير جات لي كتبقاو كتهزوا دوك الكبيرات وكيجيوكم عاديين. انا هنا غادي نغطيها غير بيد ما نحيد هاد الماعن هادو وغادي نشعل على المقله اللي تسخن. وغادي ناخذ واحد زليفه غادي ندير فيها السميده رقيقه. الا ما كانتش عندكم السميده رقيقه يعني زايده تقدروا تنقصوا من ديك العدد اللي درتو في الاول ديال السميده. انا كنبغي باش يجيوني يعني عدد الحبات اللي انا كنبغي مضبوطين كنخلي حتى الاخر وكنضيف سميده وحده اخرى. وغادي ندوز باش غادي نعبر. اما كديروا هاد الغطايه اللي هي ديال النوتيلا اولا هذه، يعني بجوج كيعطيو نفس النتيجه وبجوج كيجيو الحريشات مقادين تقدروا تستغناو عليهم بجوج. انما بالنسبه للي كيخدموا لي كوموند من احسن يخدموا بهم. علاش؟ كيجيكم الحريشات كاملين عبار واحد. يعني كنهز ديك القيمه ديال الحريشه وكنمرمدها في ديك السميده وكنديرها هكا في هاد الغطايه بهذا الشكل. كنبقى كندغق
كنضغط، سمحوا لي حتى كتاخذ ديك الفورمه ديال الغطايه. غنحاول ندير وحده قدامكم وكنقلبها، كتحيد بكل سهوله لاننا يعني فندناها في ديك السميده ما كتلتصق ما حتى شي حاجه. بغيتو تجربوا هذا السيركل كديروه حتى هو بنفس الطريقه. غادي ناخذ ديك القيمه ديال الحرشه يعني من السميده. المقله راه عندي سخونه يعني كتخليوها حتى كتسخن، عاد كديروا فيها حريشه. هاد الكويره بعد ما كنديروها بديك السميده كنديروها هنا، كنضغطوا على اما بيدينا اولا بهاد الغطايه اللي كتكون كتباع مع هاد المول اللي كيدير تقريبا 5 دراهم، يعني ما كيكونش غالي، وحتى هو كيعاوننا بزاف وكيعطينا عبر واحد فيهم كاملين. وكنبقى مستمره بحال هكا وهما كيطيبوا. العافيه ما تكونش مجهده البنات لان فيهم ديك السكر غادي تبقى يتحرقوا لكم. كنبقاو نقلبوهم كيتقلبوا معنا يعني بكل سهوله، بشي هكا يعني بشي بحال هذه اللي كنديروا بها بغرير اولا. وغادي نستمر حتى كنكملهم كاملين. من هنا كيبداو يطيبوا في هذيك الساعه راه كنبقاو نقلبوهم غير بيدينا يعني كيوليو ساهلين. ملي كنجيو نديروا حريشات وحده اخرين كنمسحوا ديك البلاصه اللي كتكون تفرتات فيها شويه السميده باش من نديروا حريشه تجينا نقيه وما تجيش لاصقه فيها ديك السميده، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كياخذوا اللون. كاين اللي كيبغيوهم هكا محمرين بزاف، كاين اللي كيبغيوهم غير شويه مذهبين. انا كيعجبوني الحريشات يكونوا محمرين، غير هو ما تجهدوش ليهم كيف قلت لكم. الا جهدتوا لهم البوطه فراه كيتحمروا من برا كيبقاو خضرين من الداخل وكيجيو بحال مدقسين. وكذلك الا كلاهم يعني شي حد راه كيضروه كتعرفوا بان السميده كتبغي ان طيب مزيان. بالنسبه لهاد الحريشات هادو كنحسبوهم بجوج دراهم الوحدين لانهم ديال الدار ماشي شي حاجه تزنقه. وكيف ما شفتوا يعني معجونين بالحليب. الحجم ديالهم راه تبارك الله متوسط. هاد العدد هذا كيخرج تقريبا 22 حبه، وفي بعض الاحيان كيخرجوا ليا حتى ل 23 حبه على حسب واش كديروهم غلاض اولا كديروهم رقاق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. قبل لا تخرجوا ما تنساوش تسجلوا اعجاب وخليتكم على خير.